تست. أي سيدي على سلامتكم. عام 1901 ولاية كاليفورنيا صوتت على قرار هايل برشا، ألا وهو منع الواجبات المدرسية المنزلية على الصغيرات اللي أقل من 15 سنة. قرار فرح الأولياء أكثر من الصغيرات، أما الفرحة ما دامتش برشا. بعد درا قدش من عام من السعادة الأسرية، الولاية الأمريكية تقرر ترجع للهوم وورك. باش تسألني علاش يا عزيزي المستمع وانا مازلت لا شربت قهوتي ولا كملت لونشينمون متاع الانترو متاعي، اما مش مشكل نجاوبك علاش. يقولوا اللي القرار كان عنده علاقة بفترة الحرب الباردة. السياسيين الامريكان وقت اللي سمعوا باللي الاتحاد السوفيتي طلع اول قمر صناعي للفضاء، حسوا اللي بلادهم لازمها تلامذة وطلاب عباقرة يقراوا على رواحهم نهار وليل باش تطلع كفاءات، خاصة في اللي ماتير سيانتيفيك. عاملة المنافسة كانت قوية برشا بينهم بين الطلبة الروس، وشكون يخرج دمادم أكثر تستفاد منهم البلاد. توا يقول القائل الواحد كي يسمع حكاية كيما هكايا أكيد باش يبني في الانكونسيون تاعو فكرة إيجابية على الهوم وورك، ومش غلط. الواجبات المدرسية المنزلية معروف اللي هي فرصة للتلميذ باش يزيد يستحضر الدرس اللي يقراه في المدرسة ويعاوده في الدار باش تلصق المعلومة في مخه. ومنطقيا كل ما يزيد يخدم التلميذ على روحه كل ما يزيد يتفوق في قرايته. أما فما بلاد فرعست الحسابات هذه الكل وخلات الدول تراجع قراراتها فيما يخص الواجبات المدرسية والتعليم بصفة عامة. الدولة هذه هي فنلندا. فنلندا يا عزيزي المستمع كان ما في بالكش هي البلاد المصنفة رقم 1 للمرة السادسة على التوالي في تقرير السعادة العالمي The World Happiness Report. فنلندا البلد السعيد ديما تلقاه في المراتب الأولى في جودة التعليم، حتى في وسائل الإعلام وقت اللي يعملوا طاولة وكراسي باش يناقشوا وينظروا في مسألة التعليم، المثال الفنلندي ديما حاضر باش يستشهدوا به. Et pour cette première leçon d'apprentissage, eh bien, nous partons tout de suite chez nos voisins finlandais qui devraient révolutionner le monde de l'enseignement. لا ترهقهم المدارس بالفروض أو الواجبات، ولا تحشر المعلومات في عقولهم الصغيرة حشرا. In Finland, it's individual teachers who decide how the curriculum is taught. واحد من تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمعروفة باسم ال OECD يقول لي فنلندا هي أقل دولة تعطي دروس في الدار للتلامذة اللي أقل من 15 سنة بتبعها مقارنة بالدول اللي يشاركوا في الدراسة. وعلى عكس ما نجموا نتصوروا التلميذ الفنلندي ماهوش تلميذ فاشل. ونزيدك زيادة التلميذ الفنلندي ديما تلقاه موجود في المراتب الأولى في اختبار البيزا، واللي هو برنامج تقييم للطلبة على الصعيد العالمي. توا السؤال المحوري اللي حير الناس الكل بعد هالمقدمة الطويلة والعريضة، شنو هو اللي يخلي التلامذة الفنلنديين في المراتب الأولى بالرغم اللي ما عندهمش هوم وورك؟ زعما ينجم يكون التلميذ دمدوم في القراية من غير ما يعمل تمارين منزلية؟ هذا اللي باش نشوفوه مع بعضنا في حلقة اليوم. أنا خليل، مرحبا بكم في بودكاست إجا نحكيو. عزيزي المستمع التحفون، يا خوفي كان نطلعوا ضيعنا برشا من وقت الصغرى في التمارين متاع فكر وانجز. يا حسر على فكر وانجز. تتذكر فكر وانجز هو كتاب تمارين منزلية في مادة الرياضيات، وهو الرفيق الأعلى للسيد الوالد ربي يطول في عمره. التو نتذكر السيناريو متاع كل ليلة وانا نبدأ قاعد شيخ نتفرج في التلفزة وبابا يتلفت لي يقول لي خليل يا هات فكر وانجز خلينا نعمل شوية تمارين. هو يقول لي الجملتين هذوكم وتضربني الدوخة ونولي نكركر في ساقية بالسيف ونبدأ نلوش في سبة باش ما نقعدش نقرأ برشا ونمشي نرقد على بكري. أي لا علينا في ذكريات الطفولة وخلينا نفركوا الرومانة مع بعضنا. في بعض المدارس الأمريكية صار مؤخرا تعديل على القوانين والسياسات الداخلية المتعلقة بالهوم وورك. المدارس هذه ولات تحاول تقلل أقصى درجة الواجبات المنزلية على الصغيرات، وخليني نقول لكم شنو السبب. مع الكورونا الأولياء تشكاوا من الكمية المهولة متاع التمارين اللي تتعطى لوليداتهم في الدار، الشيء اللي خلى الأولياء هذم يفرغوا في قلوبهم على السوشيال ميديا، ويولي موضوع الهوم وورك واحد من النقاشات الكبيرة في وسائل الإعلام. مش كان في أمريكا كهو، في برشا بلدان أخرى زادة. Homework isn't that beneficial. Too much homework
Can it be harmful to your child's health? CBS 2's Tracy Carrasco shows us how the academic stress is hitting kids much earlier. We want it all to be very simple and we're just complaining about too much homework. استطلاع رأي للبيو ريسيرش سنتر لقى اللي 25% من الأولياء الأمريكان اللي دخلهم ضعيف يقولوا لي صغيراتهم ما همش قادرين باش يعملوا التمارين المنزلية على خاطر يا إما ما عندهمش انترنت في الدار وإلا ما عندهمش كمبيوتر. وهوني مربط الفرس يا عزيزي المستمع، هوني لازمك تركز معايا مليح على خاطر الجمتين هذوما هما روح الزبدة متاع الحلقة هذه. خبراء علم النفس وخاصة البسيكولوج دونفون يقولوا اللي مش معقول هالوليدات الصغيرات الزواولة يتظلموا ويجيبوا أعداد خايبة على خاطر ما لقاوش نفس الفرصة متاع وليدات العائلات اللي لاباس عليها وقادرة باش تخدم الهومورك في بيئة سليمة ومريحة. هكا هوعاد ودخلت فيها مصطلحات كما اللامساواة وعدم تكافؤ الفرص في التعليم. يا أخي شدت الأمور بعضها. ومن باب اللامساواة زادة يقولوا الخبراء أنه المدرسة تعطي تمارين للتلامذة من غير ما تقرأ حساب الحالة الاجتماعية متاع الأولياء. كيفاش ينجم الولي يعاون صغيره إذا كانوا يخدم نهار كامل وما يروح كان في الليل مخر بعد ما الصغير يرقد؟ وكيفاش تعمل المرأة المطلقة مثلا اللي عندها 2 ولا 3 صغيرات في رقبتها وكدس مسؤوليات في جرتها؟ كيفاش نجموا نحطوها فرد كفة مع العائلة المتكاملة اللي فيها مرأة وراجل واللي نجموا يقسموا الأدوار بيناتهم ويعاونوا صغيراتهم في قرايتهم؟ عزيزي المستمع، الموضوع معقد أكثر من اللي تتصور. واعطيني لحظات نصب كاس قهوة واحد آخر ونرجع لك. دكتور كاثي فيتروت، الدكتورة والباحثة والأستاذة الفخرية في جامعة ميسوري سانت لويس، عدت أكثر من 20 سنة تعمل في البحوث على مسألة الهوم وورك. عملت معها انترفيو وحكينا على برشا حاجات. سألتها فيما يخص دور الأولياء في المسألة هذه ونخليكم تسمعوا شنو رأيها في الموضوع. What is the role of parents in helping with the homework? حسناً، هذا مضحك حقاً، لأنني عندما نظرت إلى هذا السؤال اعتقدت أنه ربما يمكننا أن نقول كيف ينبغي أن يكون دور الوالدين، لأن لدينا بعض المفاهيم الخاطئة بأن المساعدة في الواجبات المنزلية هي وظيفة الوالدين. وأضع كلمة مساعدة بين قوسين هنا لأن بعض الآباء يعتقدون أن المساعدة تعني القيام بالواجبات عوضاً عن الطفل، وفي الواقع ليس من المفترض أن يقوم الآباء بدور المعلمين في الليل. هذه ليست وظيفتهم. مهمتهم هي التأكد من أن الطالب لديه المساحة الكافية والمواد اللازمة والمكان الهادئ للعمل، وربما يساعدونهم في بعض التوجيهات. وأيضاً بالنسبة لي، دور الوالدين هو إخبار الأطفال متى يجب عليهم أخذ قسط من الراحة. في فرنسا رئيس الحزب الشيوعي فابيان غوسيل يأمن بنفس الفكرة ويقول للتلامذة الصغيرات لازمهم أكثر وقت للتفرهيد وللعب، ولازم التمارين المنزلية يتعاملوا في المدرسة مش في الدار، على خاطر مش الناس الكل عندها نفس الوسائل المتاحة للقراية. Je souhaite, moi, que les enfants passent plus de temps à l'école, qu'ils quittent l'école à 17h30, par exemple, tous, mais que quand ils quittent l'école à 17h30, il n'y a plus de devoirs à faire. Donc on fait les devoirs à l'école ? Ils sont libres. Les devoirs, c'est à l'école. C'est une mesure d'égalité sociale que je souhaite instaurer rapidement pour que les enfants, quand ils sortent de l'école, ils puissent aller faire de la musique, du sport, passer du temps en famille. خويا الغالي واختي الغالية، أكيد أنتم قاعدين تسمعوا في الكلام هذايا فما اللي باش يسأل سؤال متاع common sense، متاع منطق، متاع واحد مركز. توا شنو ولينا باش نشيطنوا التمارين المنزلية ونخرجوا دراسات تقول اللي الهوم وورك يسبب الإرهاق النفسي وما عادش نخلي ولادنا يخدموا تمارين باش يتحسنوا؟ والله هو من ناحية الإرهاق النفسي صحيح فما دراسات تقول اللي نسبة كبيرة من الصغيرات يولي عندهم إرهاق إذا كثرنا عليهم الدروس في الدار. منهم الدراسة الأمريكية اللي خرجت في 2011 بعنوان Mathematics Achievement: The Role of Homework and Self-Efficacy Beliefs. الدراسة تقول اللي قد ما التلميذ يكثر على روحه بالتمارين متاع المات قد ما فما إمكانية باش يجيب سكور خايب في دوفوارات المات. معظم تقارير ال OECD تورينا زادة اللي فما دول أخرى في الطليعة متاع التلامذة المتميزين. وهوني نحب نحكي بالذات على التلامذة الشناوة. في الصين التلامذة اللي أقل من 15 سنة يعديوا بين 6 و8 سوايع في الجمعة يعملوا في التمارين المنزلية، بينما التلامذة في فنلندا يعديوا بين 2 و3 سوايع هوم وورك في الجمعة حسب تقرير البيزا متاع 2012. سألت ضيفتي دكتور كاثي على الموديل الصيني وهذا كان ردها.
Is homework necessary to reinforce classroom learning? We've seen a couple of examples in some countries in Asia. So if the kids in Asia do 2 or 3 hours per night at home, they will be maybe just having very good school marks. What do you think about this? Not necessarily. ليس بالضرورة. عندما نقارن أداء الأطفال مع البلدان الأخرى، كما تبين لي، أعتقد أن أولاً الأمر يتعلق بالثقافة. الثقافة التي تقول أن المدرسة مهمة، ولكن حتى في الصين الآن الحكومة تقول أنه يجب التريث قليلاً. The government is now saying back off. But you know what? أتعلم؟ يا إلهي، نسيت أي بلد كان. فنلندا. شكراً لك. الأمر المثير للاهتمام إذا نظرت إلى إنجازات هذا البلد، فإن فنلندا تقدم أداءً أفضل من الصين، مع أنهم لا يعطون قدراً كبيراً للواجبات المنزلية. وكما سمعتوا، الصين مؤخراً شافت اللي الميثود اللي تغرق بها التلميذ بالتمارين باش يكون من المتميزين ماهيش صحية حتى طرف. شنو رايك يا عزيزي المستمع؟ ظهر فيك حبيت موضوع الحلقة؟ أي قلت حتى أنا مادام وصلت لهوني أكيد عجبتك الحلقة وتحب تزيد تسمع معلومات حلوة ومفيدة، واللي نتصور ماكش باش تلقاها على التيك توك. وهذاك علاش نحبك يا عزيزي المستمع، على خاطرك تعرف تفرق بين التفاهة والخدمة المتعوب عليها، وعلى خاطرك مستمع وفي باش نزيدك شوية معلومات قبل ما نكملوا، وصدقني ما نطولش عليك. توا لسائل أن يسأل قديش المدة الزمنية المنصوح بها باش الصغيري ما يصيرلوش هاك البرن اوت ويقلق من القراية، وفي نفس الوقت يحصل هاك الفوائد متاع التمارين المنزلية، على خاطر برشا مختصين في السلك التربوي يقولوا لي التمارين هي فرصة للولي باش يتبع ليفوليسيون متاع صغيره، ويكون فما على الأقل وسيلة تواصل بينه وبين المدرسة. الخبراء اللي يدعموا فكرة الهومورك يقولوا لي فما حاجة يسميوها the 10-minute rule per grade، قاعدة 10 دقائق للصف. ونعطي مثال باش تفهموا بيها أكثر. الصغير اللي في سنة أولى ابتدائي ما لازموش يعمل أكثر من 10 دقائق تمارين في الدار في الليلة، والصغير اللي في السنة الثانية ابتدائي ما لازموش يعمل أكثر من 20 دقيقة، وديما نزيدوا 10 دقائق كل ما التلميذ طلع في النيفو. حكيت مع ملك ساسي، أم تونسية وكونسلتانت بارونتاليتي، في برشا حاجات تخص الأولياء وعلاقتهم بصغيراتهم، وحبيت نعرف منها نقطة مهمة، ألا وهي ردة فعل الولي وقت اللي الصغير يقرر باش ما يخدمش التمارين متاعه. شنو رايك في البونيسيون؟ وقت اللي البو ولا الأم تقول tu vas être puni، راهو باش تتعاقب إذا كان ما تعملش الدوفوار متاعك. L'approche punitive أنا الكل مهما كان السوجي مانيش je n'adhère pas. Après c'est une question de vocabulaire. Ne pas punir مش معناها سايبوا الماء على البطيخ كما احنا نقولوا، راهو فما في القراية بالذات أنا نقول وقت اللي لو بارون ولا لو بروفيسيونيل يوصل يبوني ان انفون، حط في بالك اللي هو ديجا فما اوتو بونيسيون صارت بينه وبين روحه الصغير، باسكو هو ديجا il n'a pas réussi un truc، معناها هو ديجا il le vit، t'as pas besoin d'aller plus loin en fait. ساعات يقولوا لي كلمة بونيسيون لازمكش تقولها في l'éducation positive. Bon أنا c'est pas une question de vocabulaire، كل واحد كيفاش يفهم vocabulaire، mais راهو on peut il y a des conséquences naturelles. معناها الصغير وقت اللي البروف elle va le rejeter ولا il va se sentir حاجة etc، يا حبذا ليه باسكو هذاك الكل يمس شخصه au final. هذا هو اللي احنا qu'on veut éviter. mais هو il va ressentir cette معناتها شويه conséquence naturelle من غير ما تستحق تعمل حتى شيء. donc il vaut mieux accompagner ce vécu que ان نزيد حاجه encore moins efficace. معناها pour moi c'est à éviter sans discussion. ملاك شدت انتباهي لنقطه ما كنتش قاريلها حسابها في السكريبت نتاع الحلقه. قالت لي برشا أولياء ما يعرفوش يتعاملوا مع صغيراتهم وقت اللي باش يعملوا التمارين المنزلية، ونتصور هذه زادة من الحاجات اللي تخلي برشا مختصين في برشا دول ما تشجعش باش تعطي الهوم وورك، على خاطر تو سامبلومون فما أولياء تكون لغة العنف أسهل وأقصر طريقة ليهم وقت اللي الصغير يقول لا. ونحب نختم الحلقة هذه بسؤال يا عزيزي المستمع، وجاوبني عليه على الانستغرام ولا جاوب روحك كما تحب انت على راحتك. انت مع ولا ضد التمارين المنزلية؟ وخاصة في دولة تعرف اللي منظومة التعليم فيها تعاني. نبقيكم على خير. سلام.